مهم جدا تكون فاهم الفرق ما بين تغيير الطبقات وتغيير السلالم. يعني ايه اصلا طبقات ويعني ايه سلالم؟ في الصوت انت عندك 5 طبقات اساسية من الصوت: بيز، باريتون، تينور، التو، ميزو، سوبرانو. كل طبقة بتطلع من منطقة معينة في الصوت، من منطقة بتتكلم من هنا طالعة من الوسط، سوري، من الصدر، او المنطقة التانية في الباريتون اللي هي الوسط طالعة من الاحبال الصوتية من المنتصف. وبعد كده كل ما بتبعد عن الصدر بتبدأ الطبقات تقل معاك، ترفع معاك، ترفع معاك، ترفع معاك، ترفع معاك، وهكذا لحد ما بنروح لمنطقة السوبرانو. تغيير الطبقات ان انت تتكلم من طبقات مختلفة، من مناطق مختلفة تماما عن المنطقة الأساسية اللي انت بتتكلم منها. كل حد فينا عنده طبقة أساسية من الصوت بتاعه، ده اللي انت بتتكلم فيها من الطبيعي. وكل حد فينا برضو عنده منطقة تانية ميال ليها. بمعنى لو أنا بتكلم من الوسط من هنا، ولكن في الأداءات بتاعتي أنا ميالة إن أنا أطلع بصوتي فوق درجة لفوق، فأنا ميالة هنا للجواب. فدي اسمها المساحة الصوتية بتاعتك، اللي هو طبقتك الأساسية إيه وإنت ميال لإيه. تمام كده؟ حلو جدا. مهم كمان إنك تعرف إن كل طبقة بتحتوي على مجموعة من السلالم. يعني انا لو في طبقة الوسط في الباريتون موجودة هنا، عندك سلمة تتكلم بيها من هنا او من هنا او من هنا او من هنا او من هنا. فدي كلها تغيير فروقات بسيطة بنستخدمها عشان نعمل تلوين في الصوت، وده اللي بيعمل تلوين في الأداء وبيمنع الرتابة معانا. تمام؟ طيب، في معلومة خاطئة الناس بتقع فيها كتير لما يقولك الأداء متطلب منك إنك تغير أو تفخم في صوتك أكتر. فالناس مثلا لو بتتكلم من هنا فجأة تلاقيه بقى بيتكلم من هنا، هل كده تمام؟ لا طبعا، أنت مطلع صوت فيك. فمطلوب منك هنا إنك تجيب سلالم عميقة من الطبقة الأصلية بتاعتك، مش إنك تلغي الطبقة كاملة. يعني لو انا بتكلم من هنا فانا ممكن ابدا ان انا اعمق في صوتي اكتر لحد الدرجه دي، هيطلع منها اداء فيه فخامه اكتر، استخدم فيه درجه فيها جديه اكتر. مش ان انا هتكلم من هنا، ده لا، ده فيك بنستخدمه في حاجات معينه. تمام. انا كوتش عايده، مدربه التعليق الصوتي. لو عندك اي استفسار سيب لي كومنت وهرد عليك.